من الأوصاف اللي ربنا سبحانه وتعالى ذمها في بني إسرائيل هي قول الله سبحانه وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يعني كان الواحد فيهم بيشوف معصية ربنا سبحانه وتعالى ويشوف المنكر ومش بيتناهى هو وأخوه عنه، يعني مش بينهى اللي بيفعل المعصية دي عنه، مش بيقول له خلي بالك اتق الله اللي انت بتعمله ده غلط، خلي بالك انت المفروض تراجع نفسك، ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك، ما ينفعش تذنب الذنب ده، وهكذا، اللي هو بين قوسين كده النهي عن المنكر. والحقيقة ان يعني المسألة ديت من المسائل المهمة جدا جدا في صلاح المجتمع. يعني المجتمعات لما تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نجد إن المجتمعات خلاص بتضمحل، وبنجد إن يعني الصفة اللي بتجمع المسلمين مع بعض إن هم بيخشوا ربنا سبحانه وتعالى وبيتعاملوا كل واحد خايف على أخوه إن هو يذنب ويعصي ربنا سبحانه وتعالى، فبينهروا أو مش بينهروا بينصحوا إن هو يبتعد عن الذنب ده. الصفة دي لما بتروح خلاص بنجد إن الإنسان بيسرح في المعاصي، لا يجد حد يعاتبه، ولا يجد أخ ليه ينصحه، ولا يجد حد يرده عن الفعل دوت. فخلاص يعني كم الإسفاف وكم الرذيلة وكم الانحطاط بينتشر والعياذ بالله، واحدة ورا التانية ورا التانية، لحد ما يكون المجتمع للأسف يعني لا ينطبق فيه صفات المجتمع المسلم. فلذلك يعني من المهم جدا جدا ان احنا نحرص على الامر ده. للاسف كلمة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني بيتم شيطنتها حاليا، يعني دايما بيقال الكلمة ديت بتقال في سياق تريقة، او اللي هو ايه ده الاخ بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، او بتقال في سياق التشدد، الاخ المتزمت بتاع الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما تبقاش كده متزمت يا عم، خليك فرفوش، وهكذا. ولكن الحقيقة ان ديت يعني فعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده من اعظم الافعال، لان دوت فعل رسول الله سبحانه وتعالى وفعل الانبياء والرسل، بل وهو الفعل اللي بيثبت قد ايه انت قلبك على اخوك. لان المجتمع المسلم المفروض يتداعى بعضه لبعض كانه جسد واحد. فلما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى، لما تلاقي واحد من الناس بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، انت المفروض تبقى متضايق عليه وتخشى ان يصيبه عذاب ربنا سبحانه وتعالى، انت خايف عليه. فسبحان الله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده اثبات ان انت فعلا بتحب اخوانك وان انت خايف عليهم. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وقال لنا: من راى منكم منكرا فليغيره بيده. يعني انت لو ليك سلطه على مرتكب المنكر ده زي اولادك مثلا او ما الى ذلك، فليغيره بيده، خلاص ياخد منه الشيء اللي بيرتكب بيه المنكر ده. فان لم يستطع فبلسانه. يعني انت واحد صاحبك مثلا لقيته بيفعل شيء منكر، فانت تنصحه، تقول له يعني اتق الله، الموضوع ده غلط، بالطريقه الكويسه طبعا. يعني في النهايه الامر مش داخل عركه، تمام؟ يعني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش واحد ماسك سيف وبيجري ورا الناس عمال يضربهم ولا عمال يجلد الناس، الموضوع مش كده خالص. يعني انت في النهايه المفروض يعني تكون خلقك حسن وانت بتفعل الامر دوت، لان ده امر انت بترضي ربنا سبحانه وتعالى بيه، فمش منطقي ان انت تعمله وتكون في نفس الوقت بتعصي ربنا باللي انت بتعمله ده، تمام؟ الله سبحانه وتعالى يقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني انت ده كلام موجه للرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا اولى ان احنا نتبعه. انت لازم يكون اسلوبك حسن وطريقتك طيبه في النهي عن المنكر والامر بالمعروف، تمام؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فان لم يستطع فبيده، بعدها فان لم يستطع فبقلبه. ده منكر لو انت انكرته هتحس او يعني هيترتب عليه ضرر كبير، فانت خلاص بتنكر بقلبك، اللي هو يعني ايه؟ يا رب انا مش راضي عن المنكر ده، وده فعلا انت مش قادر تغيره ومفيش اي حاجه تقدر تعملها، تمام؟ ساعتها تنكره بقلبك، وذلك اضعف الايمان. يعني اضعف الايمان ان انت لما تشوف المنكر تنكره بقلبك، ما تستسيغش المنكر. ان انت تشوف المنكر تستسيغه وتحس ان هو عادي، ده للاسف في مشكله كبيره جدا. لان يعني حديث مشابه لده نفس السياق ولكن روايه اخرى، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: وليس وراء ذلك مثقال ذره من ايمان. يعني اللي يشوف المنكر قلبه ما يتهزش وقلبه ما يوجعوش وما يحسش ان هو زعلان ان المنكر ده بيحصل، مش زعلان من الشخص، يعني انت الشخص انت حريص عليه، ده اخوك المسلم، وانت متضايق ان الشخص ده بيفعل المنكر، فانت مش يعني ايه، مش بتكره الشخص ولكن بتكره المنكر اللي هو عمله، وزعلان جدا ان حرمات الله سبحانه وتعالى بتنتهك. سبحان الله، انت لما يعني يبقى في واحد صاحبك ولا حد من اهلك ولا حاجه بيتقال عليه كلمه وحشه، الواحد يعني خلاص بينفعل، يعني ما تقبلش خالص ان يذكر الشخص اللي انت بتحبه بسوء، فبالك ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بتنتهك حرمته. فلذلك يجب ان الانسان يعني يحس بغصه في قلبه. لو انت مش حاسس بقى الموضوع دوت، لو انت بتشوف المنكر ومتاقلم معاه عادي، لا يعني ساعتها تقف وقفه كده جاده، لان الموضوع خطر. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:
بيقول وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. يعني أنت لما قلبك يكون مش بيتهز لما تشوف المنكر، ساعتها إيه؟ ساعتها تخاف وتبتدي تجدد الإيمان في قلبك. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا إن الإيمان يبلى في القلوب كما يبلى الثوب. يعني الهدوم لما بتستخدم كتير بتتقطع وبتتبهدل بتبلى، فالإيمان لو أنت ما قعدتش تجدده وقعدت تحاول إن أنت تحسنه وتقوي إيمانك، هتلاقيه بلى والعياذ بالله في قلبك، وخلاص الإيمان ما بقاش موجود في القلب. وطبعا الأحاديث المذكورة في موضوع الإيمان يزيد وينقص وهكذا ده كتير. الشاهد اللي أنا عايز أقوله إن فعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش لازم ننظر له إن هو حاجة كبيرة، وإن ده الحاجة اللي مثلا إيه بيعملها العلماء بس، والناس الدعاء بس، والناس اللي هي سالكة جدا في دين ربنا سبحانه وتعالى، والناس اللي إيه البركة بتوعنا. لا، الموضوع مش كده. الموضوع إن ده أمر واجب علينا كلنا كمسلمين إن إحنا نلتفت ليه. الحاجة التانية ما ننظرش ليه بصورة التهكم. يعني إيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتاع الجماعة المتشددين وبتاع الجماعة الجهاديين ولا أقطعن رأسه والجو بتاع الإسفاف، الكلام المبتذل ده طبعا، تمام؟ لأن ده في النهاية هي شغلة الأنبياء والرسل، وده في النهاية أمر من الله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي فيه صلاح الأمة، وهو ده اللي فيه صلاح المجتمع. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا وبيقول والله لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو لا يوشكن أن يوقع الله بكم عذابا ثم تدعونه فلا يستجاب لكم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو احنا بعدنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للأسف زي دلوقتي، يعني فالله سبحانه وتعالى يوشك سبحان الله ان هو يجعل حالنا حال سيء، وندعي ربنا سبحانه وتعالى ولا يستجاب لنا. يا رب ارفع عننا الغمة، يا رب ارفع عننا الهم، لا يستجاب لنا. فده ممكن يكون من الأسباب، لأن احنا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، قال لنا اللي هيترك العادة ديت أو يترك العبادة دي خلاص المجتمع يعني ايه مش هتقوم له قومة بالبلدي كده زي ما بنقول يعني. فبس ده اللي انا عايز اقوله. وعايز برضو انوه لنقطة مهمة جدا، ان زي ما ذكرنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليه وسائل كتير جدا جدا، تمام؟ يعني انت لما مثلا تكتب بوست على فيسبوك بتأمر بيه بمعروف، لما مثلا تلاقي واحد صاحبك بيغتاب مثلا او بيعمل اي فعل فتقول له معلش بلاش الموضوع دوت، يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يرضى الفعل ده. لما تبقى مثلا شايف فيه حاجة كويسة، شايف مثلا وقت صلاة تراويح او وقت صلاة وتقول لصاحبك تعالى نصلي مع بعض، ده امر بالمعروف. لما تلاقي واحد مثلا مشغل اغاني بصوت عالي في مثلا اغاني فيها اسفاف لا يختلف على حرمتها وما الى ذلك، مثلا في نهار رمضان، او تلاقي واحد مفطر في نهار رمضان وتحاول ان انت يعني تنصحه باسلوب حسن وما الى ذلك، ده من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. والحقيقه ان سبحان الله الواحد بيندم كتير جدا جدا على مواقف ترك فيها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وما فيش مره الواحد فيها عمل العباده ديت على نقصها طبعا وعلى تقصير الانسان الا وسبحان الله الواحد ما ندمش عليها خالص. يعني انا عمري ما ندمت ان انا فعلت فعل زي ده، وسبحان الله دايما النفس والشيطان بيهول للانسان الفعل ده. يعني مثلا انت دلوقتي عايز تنهى حد عن منكر، انت شايف منكر بيفعل دلوقتي فعايز تنهى عن المنكر ده، تلاقي الشيطان عمال يقول لك لا بص يعني ايه الموضوع ده صعب، فكك دلوقتي، انت خلاص انكر الموضوع بقلبك، انت مش عارف يمكن يؤذيك، يمكن تسمع كلام مش كويس، يمكن تلاقي الموضوع متبعجر وبقى قد كده، تمام؟ ولكن في واقع الامر لو انت خلاص يعني استعنت بالله سبحانه وتعالى وبذلت الخطوه ديت، سبحان الله يعني في اغلب الحالات 90% من الحالات لا تجد اعراض تماما، بل بالعكس والله بالعكس. يعني انت بتجد الشخص ده لو انت التزمت بالطريقه الحسنى والتزمت يعني ان انت تكون مش اللي هو بتتهكم عليه، انت بتنصحه خايف عليه باسلوب كويس وما الى ذلك، تجد سبحان الله ان في قبول من الشخص ده، وتجد ان هو بيتعامل معاك كويس ويعني بيشكرك شكر شديد وبيقول لك والله فعلا معاك حق جزاك الله خير، ربنا يا رب يعني يتوب علينا وما الى ذلك. بتلاقي ان دايما ردود الافعال بتكون كويسه. وحتى لو سبحان الله حتى لو يا سيدي في 1% من الحالات او 10% من الحالات تم ايذائك او مثلا تم الاعراض، اتقال لك يا عم خلاص متشكرين شكرا لخدماتك مش عايز اسمع النصيحه بتاعتك، فسبحان الله انت مش هتبقى احسن من سيدنا محمد اللي ربنا يا رب يحشرنا معه في الفردوس الاعلى، اللي لما راح الطائف ودعا الناس قعدوا يجروا وراه بالطوب والحجاره ودميت قدم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نزف من قدمه من كتر ما الناس اذته. مش هتبقى احسن من سيدنا نوح اللي قعد 1000 سنه 950 سنه 1000 الا 50 عام كل مره بيدعي قومه يقول لهم امنوا بالله سبحانه وتعالى ويوجه لهم رسائل الايمان، يعملوا ايه؟ يستكبروا ويعرضوا ويستغشوا ثيابهم ويضعوا اصابعهم في اذانهم ويسخروا منه وما الى ذلك. يعني كل ده انت مش احسن من الرسل رضوان الله عليهم وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم، تمام؟ فيعني نبذل في الدنيا زي ما قلنا ونلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصانا قال لنا لما نشوف منكر قدر الاستطاعه نحاول نوقف المنكر ده. طب مش هنعرف نوقفه ننصح. طب يعني خلاص الموضوع مش هنعرف خالص نعمل اي حاجه، على الاقل ما نرضاش المنكر. يعني
يعني ما نكونش كده بنشوف مواطن المعصية وبنشوف يعني الإعراض عن سبيل الله، وبنشوف يعني سبحان الله احنا في زمن بيرتكب فيه مآسي ومجازر وحاجات لا ترضي الله سبحانه وتعالى ولا سبحان الله ولا ترضي بشر حتى، ومع ذلك يعني للأسف بنلاقي ناس عادي يعني بتتعايش عادي مع الأمور ديت وخلاص، وخبر من ضمن الأخبار وما إلى ذلك. الواحد المفروض سبحان الله والله الواحد لو قلبه فيه إيمان، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، فالواحد لو في قلبه فيه إيمان يعني ما يقدرش يعدي الكلام ده عادي، يعني يحزن حزن شديد على الفعل اللي بيرتكب ده، ويحزن حزن شديد ان هو مش قادر يعمل شيء. ربنا يا رب يكشف عننا الغمة ويكشف عننا الهم اللي أصاب الأمة كلها. فأوصي نفسي وإياكم إن ديت عبادة من ضمن العبادات اللي الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا نعملها، وقال لنا إن ترك العبادة ديت فيها أذى وفيها ضرر شديد على الأمة كلها. فيعني بوصيكم وأوصي نفسي حتى في الوقت الحلو ده اللي الناس تبقى مقبلة فيه على ربنا سبحانه وتعالى، إن إحنا نرجع نتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، نرجع نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لعل ده يكون سبب صلاح الأمة، ولعل ده يكون سبب رضا ربنا سبحانه وتعالى أولا وآخرا. في النهاية احنا هدفنا أن ربنا سبحانه وتعالى يرضى عننا. اللهم ارضى عنا، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا الأعمال الصالحة ويهدينا للأعمال الثقيلة علينا ويوسل لنا الهدى ويشرح لنا صدورنا ويحلل عقدة من ألسنتنا ليفقه الناس أقوالنا ويوسل لنا الهدى. ربنا يا رب يهدينا ويهدي بنا ويجعلنا سببا لمن اهتدى. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. افتكروا إن احنا في رمضان كل يوم فيديو. يلا افطارا شهيا وصوما مقبولا، واشوفكم ان شاء الله بكره على خير. السلام عليكم.